صباح الخير. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات، بقالي اسبوع ما نزلتش فيديو. وبشكر جدا الناس اللي بيشيروا لي الفيديوز عندهم وبيكلموني وبيعملوا لايك. بجد اللايك يا جماعة والله بيفرق جدا معايا. لو بتحبوني اعملوا لي لايك على الفيديو وان شاء الله تستفادوا منه. هقول لكم النهارده على منظفات حلوة جدا في البيت، وكمان هنعمل مكرونة بطريقة جميلة جدا جدا. شفت المطة عاملة ازاي؟ وكمان هقول لك ازاي تهتمي بنفسك بتكاليف اقل التكاليف كمان. وتابعوني، يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ طبعا كلنا بنعاني من المنظر ده كل يوم. بعد السويت طبعا جبت كده على المطبخ وجبت كل المنظفات اللي انا هستخدمها للبلاط والركنة وكل حاجة والزجاج. هكلمكم عن فايدة كل واحد وهنصحكم بجد تجربوا لانها تجنن. اول حاجة جبت كلين، ده اللي هو الاحمر، منظف وملمع في نفس الوقت، بصراحة يجنن. جمعت كل بدأت بقى أخلص الركن ده لأنه كان متبهدل جدا وكنت بعمل فيديو كده. أتمنى هسيب لكم اللينك بتاع الفيسبوك، بعمل فيديوهات هناك كتير جدا. بدأت بقى أخلص الحاجات دي كلها ومسحت كل الأماكن دي كلها. و يعني ده تاني يوم برضو عملت كل الحاجات دي. انا بصوا يا بنات، انا عشان انا عندي الاماكن كلها فاتحه، فبصوا دايما على طول يا اما امسح حاجه يا اما اقفل على الحاجه علشان ما تتبهدلش. ومسحت بقى وخلصت زي ما انا قلت لكم بالمنظفات اللي انا قلت لكم عليها. هاتوها مش هتندموا بجد، وان شاء الله هتعجبكم جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه حلوه جدا تعملوها. دايما بقول لكم وانتوا بتشتغلوا كده ممكن تكلموا حد بتحبوه ما سألتوش عنه من زمان، ممكن تستغفروا ربنا ودايما عشان خاطري يعني. انا والله ساعات باجي مثلا اغني كده بروح قايله إيه، لا استغفر الله استغفر الله يعني. طبعا انا انسانه يعني، مش هقولك ان انا ملاك وخلاص. انا ما بعملش حاجه غلط، لا الحمد لله يعني. كلنا بنعمل حاجات غلط بس ربنا بيغفر لنا. فانتوا على طول كده استغفروا ربنا واذكروا ربنا كتير وانتوا بترشوا معطرات وانتوا مثلا بتنضفوا البيت. بصوا انا هنا بقى خلصت كل حاجه في الصبح كده بدري، كان ساعه كده وخلصت كل حاجه. وعايزه اقول لكم برضو الصبح كده بيفرق معانا جدا. انا عن نفسي لما اقوم الصبح والله بيفرق معايا كتير. خلصت هنا بقى المكان ده وبعد كده دخلت على المطبخ، سلقت المكرونة وبعد كده عملت البشاميل. طبعا عملته بالسمنة او بالزبدة. هتحطوا 4 معالق دقيق على كل معلقة كوباية لبن، لازم يكون سايل بالشكل ده. وحطيت كريمة الموتزاريلا فريش، اديتها طعم رهيب. سلقت بقى، قصدي حمرت الكفتة وحطيت بقى شوية بشاميل على المكرونة وحطيت الكفتة. وطبعا ما ننساش جبنة موتزاريلا فريش، بجد خطيرة هتعجبكم جدا. واهم حاجه في الجبنه لازم ما تعرضوهاش لدرجه حراره عاليه، بتديكوا مطه حلوه قوي. وما تكترهاش في الفرن يا بنات. اهم حاجه في الجبنه لازم ما تعرضيهاش لدرجه حراره عاليه. 100 مره بقول الموضوع ده. هتطلع معاكي مطتها جميله وشكلها حلو ونفس اللون ده هيديكي بالظبط. لازم كل فيديو اقول لكم النظافه الشخصيه لاي متزوجه او اي بنت بتشتغل بتفرق جدا. الشاور ده لازم تجيبوه. والله يا بنات بجد مش اعلان، الحاجات دي كانت جالي من زمان جدا. يعني انصحكم بيها يعني بدرجة 100%. الشاور ده يعني شوية منه بيرغيلك يعني البانيو، او بيرغيلك السفنجة او الليفة اللي انت بتاخدي بيها شاور. بصراحة حلوة قوي. برضو جالي البرفيوم التحفة ده، وجالي الرول ده للعرق حلو قوي قوي، بيمنع اي حاجة. تاني زي ما انا بقول لكم الشاور ده حاجة بجد منتهى الجمال. وده برضو اللوشن كده بتحطيه على الجسم بعد لما تاخدي الشاور. عايزه اقول لك بتبقي فواحه بجد في البيت. ده بقى برفيوم بحطه مثلا في اماكن النبض، تحت الودان، بيبقى برضو الريحه حلوه قوي. بجد المجموعه دي انصحكم بيها جدا جدا جدا. جيت هنا بقى عملت قعده كده العصر بعد ما خلصت وغديت الولاد وعملت كل حاجه. عملت ايه هنا بقى؟ قاعده كده في البلكونه طبعا. يعني بعد العصر كده حطيت الشاي وطبعا ما ننساش كده نذكر ربنا كمان. انا قريت قرآن، انا بحاول على قد ما اقدر والله بقول لكم بذكر نفسي بقراءة القرآن والاذكار، لان الحاجات دي ممكن تغفر لنا حاجات كتير بنعملها كل يوم. ظبطت كده القعده. قولوا لي بقى رايكم في البلكونه شكلها كده حلو ولا لا؟ انا بصوا بعمل كده لما اكون مثلا عايزه استجم كده مع نفسي وافصل عن الحياه تماما تماما يعني.
ان شاء الله يا رب كده الفيديو يعجبكم. وبصوا انا حبيت ان انا اقول لكم على شويه حاجات كده، يعني اتمنى ان هي تعجبكم. وما تنسوش عشان خاطر اللايك لانه بيفرق جدا. تاني حاجة عايزة أقولها لكم يا بنات، إن بالصبر والله كل حاجة بتتعمل وهتتعمل. وما تيأسوش من رحمة ربنا، يعني لأنه هو كل حاجة. اسألوا، ادعوا كتير، ادعوا كتير إن ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، إن ربنا يرزقكم بالمال، إن ربنا يرزقكم بالولاد الصالحين. يعني الحاجات دي كلها والله ربنا بيستجاب إن شاء الله عاجلا أم آجلا. هنا بقى حبيت ان انا اقرا قرآن كده واقول لكم برضو ونذكر نفسنا. تاني يوم بقى رحت للجاليري دي، لان بنات كتير بتقول لي انت بتجيبي حاجتك منين. ده جاليري سلامه، هسيب لكم برضو اللينك في صندوق الوصف. بصوا يا بنات عنده كل حاجه، يعني يكاد اغلب حاجاتي من هناك. وبجد اسعار مش هتلاقوها في اي مكان تاني. حاجته بجد تجنن، وزي ما انتم شايفين كده هي شبه الحاجات اللي انا بعملها جدا. جبت من هناك الفوانيس اللي كانوا البنات سالوني عنها كتير. البلاويز ده عنده باشكال كتير جدا جدا، انا يكاد ما عرفتش اصور كمان كل حاجه. صورت لكم كل حاجه كده سريعا سريعا. عنده حاجات كتير جدا، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان تعرفوا. بصراحه وما بنزلش كل حاجه على البيج، لان الحاجات ما شاء الله كتير قوي قوي. اي بنت عايزه تغير من البيت عندها، اي مثلا واحده عايزه اي عروسه عايزه تجهز، مش هتلاقي احسن من المكان ده. بجد هيفرق معاكم جدا، وبجد اسعاره مش هتلاقوها في اي مكان تاني. حبيت ان انا بقى اعمل لكم الفيديو ده كنت عايزه اصور حاجه في عصر الملوك كده. فقلت ايه كده لما الولاد يناموا، طبعا لان بنت سالتني بتقولي انت بتعملي ده ازاي. فقلت لها لما الولاد يناموا بصور وبعمل الحاجات دي. عملت الشاي كده اخضر بالنعناع من ماي واي، برضو بيعجبني جدا جدا. يعني جبته من ناهد ده برضه هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. بصوا يا بنات انا الوقت ده كنت بصوا عايزه اعمل ريلاكس كده وافصل عن العالم خالص. ده يوم غير اليوم البلكونه طبعا، لانه ما بعرفش اعمل كل حاجه في نفس اليوم. بس انا حبيت اضيفه هنا في الفيديو علشان اقول لكم لازم تفصلوا كده. بصوا عايزه اقول لكم كمان هنعمل ديكورات للشتاء حلوه قوي قوي. ان شاء الله كده هتعجبكم، وان شاء الله كده تستمروا معايا. واسفه بقى ان انا طولت عليكم، بس حبيت ان انا اقول لكم في الفيديو ده ان انا عملت الديكوريشن دي كلها طول الاسبوع. وما تنسوش لينك الفيسبوك هتلاقوه في صندوق الوصف، وكل اللينكات اللي انا بقول لكم عليها.